السلام عليكم ورحمة الله. الفنانة منال حدلي تخرج عن صمتها وتكشف الحقيقة بعد حادثة حفل سكيكدا، وهكا قالت بلا زيادة ولا نقصان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، إلى أولاد بلادي، إلى جمهوري الغالي وسندي، إلى كل ابن وابنة من هذا الوطن العزيز الذي كبر شأني، أمن بموهبتي ورافقني خطوة بخطوة حتى صرت فنانة جزائرية بفضلكم. أنتم عائلتي الكبيرة، أفرح لفرحكم وأبكي لبكائكم، ويمسني الضر إذا مس أي شبر من أرض الجزائر أو أي فرد من شعبها الأبي. انتظرت أن تمر أيام الحداد على فلذات أكبادنا أولادنا الذين فجعنا فيهم، والذين نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة. لأتوجه إليكم بهذا التوضيح من قلب ابنتكم التي تعرفونها جيدا. يوما واحدا قبل الفاجعة الأليمة كنت متواجدة في ولاية برج بوعريريج لإحياء حفل عائلي، وفور انتهائي نمت مباشرة من التعب، وفي صباح اليوم الموالي تنقلت برا باتجاه ولاية سكيكدا، وقضيت الطريق كليا في النوم. وفور وصول انشغلت بالتحضيرات الفنية المباشرة للحفل، ولم أكن على علم تام بما حدث. بعد نهاية الحفل تلقيت الخبر الصاعقة كأي مواطنة جزائرية. صدمت وبكيت بحرقة، ورأيت في أولئك الضحايا إخوتي وأخواتي الصغار. فالمصيبة واحدة، وكان يمكن أن تصيب أي بيت منا. أود أن نوجه كل العرفان والتقدير لسلطات بلادنا من وزارة الثقافة والفنون